ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ازيكم النهارده بقى معلش انا مش هقدر اطلع لان صايمه بصراحه ومش هدوق حاجه، فايه لازمتي ان انا اطلع؟ انتوا تشوفوا بقى الفيديو وتقولوا لي ايه رايكم فيه، وشكرا على كده. النهارده عملت لكم حاجه حلوه اهو، بمناسبه طبعا دخول العيد علينا والحر اللي احنا فيه الحمد لله. حاجه بصوا بقى، بصوا المنظر، صدقيني هتبهرك وتبهر ولادك والله، واحلى من اللي بره 1000 مره. وبما ان انا مش هدوق طبعا ومش هعرف ادوق، فانا هدي للي بيصور هو اللي يدوق وهو هسأله قدامكم ايه رأيه في الطعم الجميل الخرافة ده. بصوا الجمال الاول، بصوا التحفة. ها ايه رأيك؟ مش حلو. يا نهار ابيض، سامعين؟ والله هيعجبكم الكراميل ده جميل تحفه والله، ومعمول جميل جدا، بس هو كان عايز شويه عسل كده، كراميل اللي هو المكرمل ده يبقى اكتر شويه. تمام. وانا طبعا انتوا عارفين ببقى صريحه معاكم، ما بخبيش حاجه خالص. يا رب بقى تعالوا نشوف موضوع الكراميل ده، ويا رب يعجبكم ونشوف اتعمل ازاي، وسهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص والله. قومي كده وجربي، وحاجه حلوه في قلب العيد. يلا قبل العيد كده والحر اللي احنا فيه دوت اللي شغالين فيه ده. يلا بينا بقى نشوف الفيديو هيتعمل ازاي، وخطوه خطوه مع بعض. يلا بينا. وادي المقادير معايا اهي زي ما انتم شايفين. كوبايه سكر قسمها على النصين كده، على نصين، حطينا نص كوبايه سكر وهنا نص كوبايه سكر. وهنا دول 8 بيضات، وللاسف ما لقيتش بيض ابيض تاني، حطيت بيضه حمراء مفيش مشكله خالص فهنا 8 بيضات. طبعا ممكن تعملي الوصفه ب4 بيضات، يعني تقسمي كل اللي انا عاملاه دوت على نصين. فكده 8 بيضات. وهنا لتر لبن، دوت لبن عادي مبستر، يعني يستحسن بلاش المغلي علشان احنا مش عايزين يكون سخن، ومش عايزين هيعمل مشاكل يعني، فخلينا في اللبن المبستر ده. اي لبن بخيره بقى، جهينه، اي حاجه تكون، اي لبن. وهنا معانا كيسين فانيليا، وهنا معانا الحله اللي هعملها فيها. وطبعا دلوقتي بقى هنبتدي الخطوات. يلا بينا بقى نبتدي الخطوات واحده واحده كده مع بعض. هنا حطيت اهو خلاص، كسرت ال8 بيضات زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى نص كوبايه السكر اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، نص واحد بس. وهنا هحط اللبن، بسم الله. وهحط عليهم كيسين الفانيليا اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كيسين الفانيليا كده بقى. خلاص الفانيليا مع اللبن مع البيض مع السكر، شكرا. هروح اضربها بقى في الخلاط، ونيجي برضو نشوف ايه بقى شكلها عامل ازاي. هنا اهو خلاص كده ضربناه زي ما انتم شايفين. بصوا الرغاوي عملت ازاي فيه. انا بقى مش عايزه الرغاوي دي خالص، عشان يبقى ايه شكل القالب كويس ويبقى متجانس حلو يعني. فانا هسيبه يهدى كده مع نفسه شويه لغايه ما اروح اعمل السكر المكرمل بنص الكوبايه التانيه اللي احنا ايه، اوعوا تنسوه سايبين نص كوبايه تانيه. هنعملها بقى برضو نكرملها، ونشوف بعد كده هنعمل ايه خطوه خطوه مع بعض. انا هسيبه اهو دلوقتي كده لغايه ما يهدى الرغاوي دي خالص. تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في السكر المكرمل، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. نيجي بقى للخطوه الثانيه كده. انا حاطه الحله على النار اهي زي ما انتم شايفين، وهحط بقى نص كوبايه السكر اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، من غير اي حاجه خالص. تمام. هسيبها كده تكرمل بقى مع نفسها اهو لغايه ما الاقي لونها ابتدى يغمق كده شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. تمام كده، بس كده هنسيبها شويه. ولازم طبعا تكون الحله بايد ألمونيا، او يعني المهم ما تكونش باي ايد بلاستيك او اي حاجه من دي، علشان خاطر ما تسحش، عشان انا هدخلها زي ما هي كده في الفرن، وهنشوف هنعمل ايه. هنا اهو بصوا ابتدى لونه اهو يبقى ذهبي كده، وانا مش عايزاه يتحرق خالص، عايزه لونه يبقى زي المكرمل، زي بالظبط الكريم كراميل الاصل. ما يجراش حاجه خالص لو كلكعت كده قدامك، ما فيش اي مشكله. هنا اهو بصوا بقى لونه عامل ازاي اهي.
معلش انا بقلب بالايد التانية عشان خاطر ماسكه ايه ندعتين الميه اللي هحطهم في الايد التانية. بس حابه كده معلقتين ميه مش اكتر من كده اهو. استنى بس لونها يغمق سنه كده اهو، شايفين منظره؟ وعلى نار هاديه عشان ما يتحرقش منك وايه ويبقى لونه يبقى اسود خالص، هيبقى مش حلو خالص. اهو ولا حطينا سمنه ولا اي حاجه ولا لبن ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هو كده تمام. على الله التقليب بس ما يكونش عامل لكم ازعاج الصوت. اهو كده هنحط بقى الندعتين الميه حلو قوي لونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. معلقه ميه كبيره بس كده هطفي عليه وشكرا على كده. هنا اهو خلاص بشيل الريم كده زي ما انتم شايفين اللي فوق الوش ده، الرغاوي قصدي اهو، بس عشان خاطر ما يبصش معانا الكريم كراميل تمام، عشان يبقى حلو برده للنهايه. اهو بشيل كده من فوق الوش. انا سبتها لما تهدى كده زي نص ساعه على بال ما عملت السكر المكرمل معاكم. هسيب بقى السكر المكرمل يبرد خالص وبعد كده ادلق عليه طبعا ايه اللبن ده تمام كده اهو. هفضل اشيل كده لغايه ما اخلص الرغاوي دي كلها اهو. هنا بقى جبت صينيه زي ما انتم شايفين كده اهو، فيها نصها ميه عشان احط فيها طبعا اعمل حمام الميه للكريم كراميل. وهنا هحط طبعا حبه خل عشان الصينيه ما تسودش اهو، بس كده اهو. كل نقطه الخل ديت هتخلي الصينيه طبعا ما تسودش، طبعا اغلبكم عارفين طبعا الكلام ده. هنا بقى هحط اهوت الحله تمام، واحط فيها الخليط بتاعنا كله اللي كان في الخلاط اللي احنا ضربناه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهو. بس كده. وهنا الرغاوي هي ما تنسوش طبعا الرغاوي اللي احنا شلناها من فوق الوش. وبس كده هو الكريم كراميل خلاص كده شكرا. هدخلها بقى جوه في الفرن الحله بالصينيه كده في الرف الوسطاني، هتقعد لمده ساعتين بالظبط ونشوف. طبعا كل شويه هفتح عليها، يعني بعد ساعه كده هفتح عليها واشوف، هوريكم طبعا وهقول لكم هنعمل ايه. بس على نار هاديه طبعا. الفرن هخليه على درجه حراره 150 تمام كده. بس كده هدخلها بقى الفرن وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه وهتطلع شكلها ايه. هتقعد ساعه بس كده وهشوفها الاول وبعد كده هسيبها بقى على قد ما اشوفها هتقعد قد ايه تاني تمام. يلا بقى بينا. هنا بقى انا طلعتها اهو زي ما انتم شايفين من الفرن، قعدت ساعتين في الفرن، ساعتين بالظبط. شايفين طلعت شكلها عامل ازاي وما شاء الله. بصوا ماسكه نفسها ازاي، تحفه وريحتها تحفه وكلها تحفه بصراحه. طبعا هتقولوا انا غيرت الصينيه وغيرت الحله. طبعا انا غيرت الحله لان انا اكتشفت ان انا لما اجي اقلبها الايدين بتوعها يضايقوني، فقلت وهي سايبه كده رحت مغيراها وحطها في صينيه زي دي كده تاني، عشان يعني تبقى لما اجي اقلبها تبقى سهله القلب بتاعها تمام. بس هو ده هسيبها بقى لما تهدى، مش هعمل فيها اي حاجه خالص، هسيبها لغايه ما تهدى واول ما تبرد هنقلبها بقى. بس طبعا ولازم نسيبها كده يعني ما نستعجلش عليها خالص تمام. بس كده هسيبها بقى لما تبرد واجي اوريها لكم لما اجي اقلبها طبعا قدامكم. يلا بينا. هنا بقى خلاص اهي بردت الصينيه اهو. بصوا ما شاء الله سيبتها لغايه ما بردت خالص. هنعمل بقى ايه، نعمل كده الحروف عشان نعرف ننزلها ونقلبها، وبعد كده هسيبها بقى في التلاجة لغايه بكره برضو اهي. اهي كده خلاص سلكتها كده، نسلكها بالراحه كده اهو. بس تسلكيها حلو قوي عشان تعرف تنزل بسرعه. بس كده اهي. هنا بقى هقلبها بقى ونشوف بقى نعمل ايه. هنا بقى قلبتها اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا زقت معايا شويه بس برضو ماسكه نفسها وجميله. بصوا ما شاء الله ماسكه نفسها زي الكيكه بالظبط ما شاء الله. فانا هسيبها كده بقى في التلاجة لغايه بكره عشان تمسك نفسها حلو، عشان اعرف اقطعها خرط كده حلوه واحطها في الاطباق وتبقى شكلها تحفه. فهحطها بقى دلوقتي في التلاجة واسيبها بقى ان شاء الله، ولما اجي نقطعها بقى نشوف هتبقى منظرها ايه. لغايه بكره استنوني، هو حد يمشي يلا. بصوا بقى كده انا طلعتها اهو من التلاجة، قعدت زي 5-6 ساعات كده
وقطعتها اهو، قطعتها كده، بس انا ما وريتكوش يعني، ما عملتش اهو. بصوا بتتقطع زي الكيكه اهي. وزي الفل ما شاء الله، وجميله جدا. وطبعا انتوا هتشوفوها في التقديم طبعا في الاولات، في اول الفيديو هتشوفوا منظرها ازاي، في الطبق شكلها ايه، وحاجه تحفه. وبصراحه لو كلناها من بره هتبقى غاليه جدا. وبالمناسبه بقى عايزه اقول لكم مثلا على العسل دوت، اللي عايز يكتره شويه يبقى يكتره، عشان شايفاه برده قليل شويه. فاللي عايز يعمل سكر مكرمل شويه زياده ماشي، مفيش اي مشكله، مش هيحصل اي حاجه، يبقى احلى وهتدي لون كمان اغمق من كده. تمام. وكمان في برضو ملحوظة تانية، ان هو هينشف في قلب الحلة السكر المكرمل عادي خالص، هو ده اللي احنا مطلوبه وده اللي احنا عايزينه. انا نسيت بس اقول الملحوظتين دول. تمام. بس كده، يا رب يكون عجبكم بقى الفيديو. ولو عجبكم الفيديو شيروه، قولي لي في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وما تنسونيش في اللايك. واقول لكم ايه، باي باي. باي باي.